حبايبي عاملين ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين ولسه مستمرين في عمايل نواعم العيد بعد ما عملت المعمول وعجب ناس كتير منكم. شكرا 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 على كل اللي دخل لي على الخاص وقال لي تسلم ايدك، او كل اللي مضايق منه كمان من الجيران وقالوا لي عظمه. ربنا يخليكم لي يا رب ويبارك لي فيكم. ونشوف النهارده بقى طريقه الكحك. الكحك برضو دي طريقة ما بغيرهاش، وبصراحة الجيران وكل قرايبي بيطلبوها مني بنفس الطريقة، عشان كده كل سنة بعملها بنفس الطريقة ما بغيرهاش، لان دي الطريقة اللي بيحبوها مني. اول حاجة بقى هندخل على المقادير. طريقة الكحك بتاعتي بتبقى على طول على السخن، على طريقة زمان بتاعت جدتي وماماتنا وكده. على السخن. اول حاجة بجيب اهوت السمنة بتاعتي واوديها على البوتاجاز دلوقتي نسخنها، ومعايا هنا كوبايه فيها معلقتين ميه، معلقتين بالظبط. هدوب فيهم معلقه خميره كبيره ومعلقتين سكر كبار او معلقه سكر على حسب رغبتك، انتي بتحبي الكحكايه نفسها تبقى مسكره قد ايه. يعني انا هحط هنا مع الخميره عشان تنشط الخميره معلقتين سكر كبار، عشان دول هيخلوا الخميره تشتغل. وبشيلها على جنب، بغطيها واشيلها على جنب. احنا ما ينفعش نحط الخميره على الدقيق مباشره، علشان احنا هنحط عليه السمنه السخنه، فالسمنه السخنه لما تنزل على الخميره وهي على الدقيق هتموت الخميره، فمش هيبقى ليها اي لازمه. عشان كده احنا بنعمل الخميره في مكان بره، في كوبايه لوحدها او طبق لوحدها تتنشط كده مع نفسها، علشان ما تموتش من السمنه السخنه. وكمان عشان نختبر بيها الخميره بتاعتنا اذا كانت خميره يعني باظت عندك او شغاله، فانت بتعرفي بالطريقه دي. تاني حاجه بقى بيبقى معايا برضو السكر، ومعايا كوبايه ميه فيها حوالي 10 معالق ميه. كده احنا معانا كيلو دقيق، حوالي 12 معلقه ميه هنعجن بيهم العجينه، 550 جرام سمنه، 4 معالق كبار سمسم. بعد ما حطيت بقى ال8 معالق او ال10 معالق في الكوبايه، بدوب معاهم 3 معالق سكر تانيين، عشان انا بحب الكحكايه تبقى مسكره، لان احنا ما بنحطش على وشها سكر. يعني احنا بناكلش الكحك بسكر، يعني في مننا كتير ما بياكلش في البيت الكحك عليه سكر، بناكله كده ساده من غير اي حاجه. وكمان احنا بنبقى حاشينه ملبن، واللي فيه ملبن ما بيبقاش محتاج سكر على وشه. هنا بقى هجيب طبق يكون استانلس، يكون ازاز، اي طبق او بولة تستحمل معاكي سخونية السمنة لما تسيحيها. وهقولك على ملحوظة بعد شوية، اصبري بس اسمعيها معايا. على السمنة هنا الدقيق انا بنخله، لو انت عايزة تنخليه مرتين 3 على حسب ما انت عايزة. انا بشوف ناس بتفضيه من الكيس على طول وتعمل بيه، لا، انخليه، عشان ساعات بيبقى فيه حاجات ممكن تلاقي فتل، ممكن تلاقي قش او اي حاجة. المهم ان احنا ننخله علشان يبقى يدخله هوا كده ويبقى هش، وكمان نضمن ان ما فيهوش حاجة وان هو بقى نضيف. تاني حاجة بقى بنحط السمسم، وانا هنا نسيت احط سمسم، انتي ما تنسيش حطي حوالي 3 او 4 معالق كبار سمسم. انا الكيلو اللي عجنته بعد كده كان بره الكاميرا كنت حاطه عليه سمسم، لكن ده نسيت احط عليه سمسم. انت حطي 4 معالق كبار سمسم، عايزه تحطيهم متحمصين حطيهم، عايزه تحطيهم بيض نيين حطيهم زي ما تحبي. دلوقتي بصوا انا سخنت السمنه ونزلت بيها على الدقيق، بصوا بتغلي، خلوا بالكم. وهنا بقى ريسو قاعد جنبي عشان بنعمل التقييمات، عشان كان لازم تتسلم يوم الخميس، فبما ان انا اللي بعمل التقييمات فهو قاعد جنبي بالكتاب بتاعه، عشان انا اللي بعملها يعتبر يعني، لان هو في سنة تانية هندسة ابتدائي. هنا بقى بعد ما حطيت السمنة لازم يبقى معاكي معلقة خشب او معلقة ستانلس زي دي، عشان مش هتقدري تحطي ايدك ابدا. هتفضلي بقى تقلبي في السمنة والدقيق كده لحد ما السمنة تبرد وتقدري تمسكيها بايدك، وتفضلي تبسي الكحك على قد ما تقدري. كل ما تبسي كتير كل ما هو يطلع معاكي ناعم. بعد ما تبرد بقى السمنة افضل بقى كده ادخل العجين مع السمنة كده وابس على ايدي. هي برضو كانت لسه سخنة شوية، بس انا بدأت بقى ايه اشتغل فيها علشان ننجز كل مرحلة البس بتاعت الدقيق دي كلها قبل ما تحطي الخميرة.
هنا خلاص بقى خلصت اهو البس بتاع العجينة. بصوا الخميرة كانت تفاعلت. بنزلها بقى على العجينة، والمية دي اللي هي في السوائل اللي اتعمل فيها الخميرة دي بتبقى محسوبة من السوائل اللي هتتحط على العجينة. خلي بالك وانت بتحطي مقدار السوائل عشان ده اللي بينشف الكحكاية معاكي. وكيلو الدقيق بياخد 550 جرام سمنة. 550 جرام سمنة. الملحوظة بقى اللي كنت عايزة اقولك على السمنة هقولها لك الاول. هنحط مقدار المية او السوائل، ممكن يبقى لبن وممكن يبقى مية. هنا انا هعجن بمية لان المية بتخلي عمر الكحكاية يطول معاكي اكتر وتقعد معاكي فترة اطول. انا هنا هحط على العجينة حوالي 9 معالق، يعني المعلقتين اللي دوبنا فيهم الخميرة و9 معالق يبقى حوالي كده 11-12 معلقة بالكتير. لو انت عايزاه دايب اكتر خليهم 10 معالق بس. انا بعاير السوائل بالمعلقة ومش بحب احط المية كده وادلق بالكوباية. بسمع ان في ناس كتير بتحط مقدار سوائل اكتر من كده، بس خلي بالكم ده مش بيطلع بقى طعم كحك، ده بيطلع منين. يعني عارفين المنين بتاعنا اللي بنعمله مع الشاي بلبن والفطار الصبح، بيطلع منين. لكن عايزاه يطلع بقى كحك وناعم كده زي بتاع زمان، ما تكتريش السوائل في العجينة. والدقيق اللي انا استخدمته دقيق جميع الاغراض وبيطلع حلو جدا. لو انت عندك دقيق كحك وبسكوت مخصوص اعملي بيه برضو هيبقى حلو جدا. بعد بقى ما بحط مقدار السوائل انا بدخل كده العجين، ادوب معاه الخميرة، اقلب الخميرة مع السوائل مع العجين بالراحة خالص علشان مش عايزاه يعمل مني عرق. احنا مش بنعجن، احنا يدوب بندخل السوائل كده مع الدقيق والسمنة. بصوا بكورها كده على ايدي واختبرها كده بالمنقاش. لو لقيت النقشه بتاعتي ثابته على الكحكايه خلاص هي كده مظبوطه ومش محتاجه ان انا احط لها سوائل تاني. لو شققت معاكي وانت بتعمليها خلاص حطي لها معلقتين سائل كمان، ميه كمان. يبقى كده احنا معانا كيلو دقيق. الكيلو الدقيق عليه 550 جرام سمنه. هتحطي عليهم 4 معالق كبار سمسم، معلقه كبيره خميره. السكر حسب الرغبة، في ناس بتحط معلقتين، في ناس بتحط 3، في ناس بتحط 5 لو مش هتاكليه بسكر، على حسب بقى ما انت عايزة. وبعد كده بتحشيه بالملبن او العجوة زي ما انت عايزة او تسيبيه سادة. هنا خلاص بقى انا ابتديت اشكل اهو. جبت الملبن بتاعي، بقطع الملبن كور صغيرة على حسب حجم الكحكايه. في ناس بتحب الكحكايه كبيره، الكحكايه صغيره، على حسب ما انت عايزه حجم الكحكايه قد ايه بتقطعي الملبن على قدها. في ناس بتحب تحط للملبن معلقه سمنه وشويه مكسرات وتعجنهم وتقطعوا بقى كور صغيره زي ما انت عايزه. انا عملته ساده زي ما هو كده وما حطيتش عليه ولا سمنه ولا اي حاجه وبيطلع حلو جدا. بس اهم حاجه ان يكون نوع الملبن بتاعك نوع كويس، لان في انواع ملبن كده بتسيح بتبقى مش حلوه جوه العجينه. فانتي لازم تقولي للعطار اللي بتشتري منه ملبن حشو بتاع الكحك. تاني حاجه بقى كنت عايزه اقولها لكم على السمنه. في ناس بتحب تخلط سمنه على زبده. لو انتي هتحطي سمنه على زبده تخلي بالك برضو من مقدار السوائل، لان الزبده بتاعتك بيبقى فيها مقدار سوائل. الزبده بيبقى فيها سوائل مش زي السمنه. السمنه مبيبقاش فيها سوائل خالص، الزبده بيبقى فيها سوائل، فخلي بالك بتبقى محسوبه برضو من مقدار السوائل اللي انت هتعمليها. هنا بقى بعد ما شكلته وخلصته دخلته الفرن. مش هسيبه يخمر ولا اي حاجه، هدخله الفرن زي على طول. يعني بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180، سواء ساده او محشي بسويه على درجه حراره 180. درجة الحرارة العالية بتخليه يفتح منك وشه، يفتح ويبقى مشقق من فوق كده وما بيبقاش حلو خالص. فبتدخليه على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. لو الشواية بتفتحيها مع الفرن الشواية تكون هادية خالص، يا اما بقى تسويه من تحت وبعد كده تفتحي له الشواية برضو درجة حرارة الشواية تكون هادية اقل من المتوسط او متوسط بالكتير. وتدوري الصينيه شمال ويمين لغايه ما ياخد معاكي اللون الذهبي اللي انت عايزاه او درجه التحميص اللي انت حباها والسوى اللي انت حباها. وبعد ما يخرج بقى خالص ويبرد تماما بتحطيه في علبه الكحك اللي انت هتحتفظي بيه فيها. بصوا بوريكم هنا ان انا نقشت واحده كده بشكل مختلف زي دمعه العين كده، كان شكلها حلو برضو قلت اوريها لكم.
انا طبعا ماليش في نقش الكحك جامد ولا بعرف انقش، انا يا دوب بعمل بالمنقاش كده. ومش بحب البصمات، بس انا عملت هنا بالبصمه عشان افرق بين الساده والمنقوش ده اللي هو بالملبن، اللي انا حشيته ملبن، اللي هو اللي بالبصامه ده الساده، عشان بس نبقى معروف متفرق من بعضه. وبعد كده بقى بتحتفظ بيه في العلبه، بتحطي كيس بلاستيك من تحت وتغطيه بكيس بلاستيك من فوق. لو انت عايزه ممكن تحطيه في العلبه على طول كده من غير اكياس بلاستيك ولا اي حاجه، انا عملت كده. بصوا الكحك طالع تحفه ودايب، وكل اللي داق منه بيشكرني على الطريقه دي. يا رب تجربوها ويا رب تعجبكم ان شاء الله. والفيديو الجاي ان شاء الله فيديو الغريبه، وان شاء الله برضو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.